السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض النهارده الكبسة بتاعتنا باللحمة. النهارده دي حاجة سهلة جدا وبسيطة وما شاء الله لا قوة الا بالله، حلة واحدة بقى ومش هتتعبي في اي حاجة خالص كست بيت يعني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض كده هنعمل اللحمة بتاعتنا دي ازاي، والطريقة بتاعتها سهلة جدا 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 ومش مكلفة خالص. واحلى حاجة فيها ان انت بتعمليها في ايه، في حلة واحدة، مش بتكلّفِك مواعين كتير بقى وكده كسِت بيت يعني. وأكلة حلوة ومغذية والعيال كلّها بتحبها. أول حاجة دلوقتي معانا زي ما أنتم شايفين كده، أنا غسلت الرز بتاعي ونقعته زي ما أنتم شايفين كده أهو. طبعًا وعندي حوالي كيلو وربع من اللحمة. وبعدين وعندي طبعًا حتّة الليّة دي لازم أهم حاجة بقى في الكبسة، حتّة الليّة دي هتخلّي طعم ال بتاع الكبسة بتاعتِك حلوة أوي. طبعًا وبصلة كده أنا مقطّعاها قطع صغيّرة كده برضه، تمام. بعد كده بقى هابتدي أحُط أي مادة دهنية عندي، زيت، زبدة، أي حاجة اللي ترتاحي فيه في أكلِك حُطّيه. دلوقتي بقى بدأت إن أنا أحُط أول حاجة حتّة الليّة بقى كده عشان أسيّحها مع الزيت كده، زي ما أنتم شايفين كده أهو. هتنزل بقى تشمّي الريحة بقى ما شاء الله، ريحة جميلة جدًا كإنِّك بتطبخي في سمنة بلدي، جميلة أوي، أوي، أوي. أنا باحب وباعتمد الطريقة دي، بتبقى حلوة أوي يا جماعة في الإيه، في الكبسة بتاعتي بتبقى جميلة أوي. زي ما أنتم شايفين كده هادّيها تشويحة كده لحد لمّا إيه، لمّا أشم ريحتها كده. مش هاحمّرها أوي، يعني عشان تبقى إيه، ما تبقاش ريحتها وحشة في الأكل، فاهمينّي؟ أنا كده بس تشويحتين كده وبعد كده هاحط الإيه، البصلة بتاعتي أهو. بعد ما هاشوّح البصلة شوية كده، هابتدي بقى إن أنا أغسل اللحمة بتاعتي غسيل كويس، وهاصفّيها طبعًا من المَيّة، وابتدي إن أنا أنزّلها تتشوّح برضه أو تاخد تشويحة كده مع إيه، مع البصلة ومع حتّة في ناس بقى بتسوّي اللحمة لوحدها وبعدين تحطّها، لأ أنا باحب أحط اللحمة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، تتشوّح معاها كده زي ما أنتم شايفين أهو. بعد كده بقى طبعًا اللحمة بتاعتي لازم تكون ملبّسة يا جماعة، لازم تبقى اللحمة بتاعتِك ملبّسة فيها نسبة دهن كويسة يعني. تقولي للراجل وأنتِ بتجيبيها أنت هتعملها للكبسة، تمام كده، عشان يدّيكِ حتّة ليّة حلوة وكمان يدّيكِ إيه، لحمة تبقى ملبّسة وحلوة كده، تمام كده. زي ما إحنا شايفين أهو، بدأت إن أنا بقى إيه، إن أنا كده أحُط اللحمة بتاعتي كلّها وابتدي إن أنا أشوّحها. طبعًا لو عايزة تحُطّي لها في الوقت ده البهارات عادي حُطّها حُطّي البهارات دلوقتي. لو عايزة تستني شوية كده لمّا تاخد وتدّي كده مع البصلة عشان تبقى مسكّرة وطعمها حلو، ماشي عادي كده أو كده عادي براحتك. أنا طبعًا بدأت إن أنا أشوّحها زي ما أنتم شايفين كده مع البصلة ومع الإيه، ومع حتّة اللي هي الصغيّرة. ابتدي إن أنا أشوّحها تشويحة حلوة كده. وبعد كده بقى زي ما أنت هاجيب بقى البهارات بتاعتي كده عبارة عن قرفة بقى ولومي وبهارات اللي هي بهارات الكبسة واللي هو الكركم والكاري. وطبعًا لو عايزة وطبعًا شوية فلفل أسمر، شوية حبهان، ورق لوري. طبعًا هي بهارات الكبسة أصلًا ممكن تشتريها جاهزة كده، وممكن لو عندِك بقى أنتِ تصنّفي زي ما أنا صنّفت كده. يعني أنا حطيت كذا كذا حاجة معاها، تمام كده زي ما أنتم شايفين أهو. بعد كده بقى هاسيبها لحد لمّا اللحمة تدخل في السِوَى كده، تستوي خالص وتبقى حلوة. بعد كده بقى إيه، بُصّوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بعد شوية بقى حطيت لها شوية مَيّة كده علشان يعني تستوي فيها كده أهو. بعد شوية برضه إن هي بعد حوالي مثلًا، لإن ما شاء الله اللحمة كانت صغيّرة كده، فاستوت بسرعة ما أخدتش وقت معايا. أنا طبعًا هاختبرها كده الأول، هاشوف هي استوت والّا لأ، وبعد كده هنشوف إيه، هاقول لكم هنعمل إيه. بُصّوا أهي ما شاء الله لقيتها استوت خالص أهي. هابتدي بقى إن أنا أجيب الرز بتاعي اللي أنا غاسلاه، وهابتدي إن أنا أنزّله فيها. طبعًا بقى الشاطرة بقى اللي تعِد الحبّهان دلوقتي وتشيله. لإن لو الحبّهان بييجي كده بيبقى يضايق اللي بياكل وكده. الواحدة الشاطرة بقى تعِد الحبّهان دلوقتي اللي حاطاه وتشيله. طبعًا أنا بقى نسيت أعِد الحبّهان واشيله، بس على مين بقى شِلته بعد كده. زي ما أنتم شايفين أهو. بُصّوا بقى، بدأ يطلع على الوش كده، بدأت إن أنا أشيله الحبّهان، تمام. بعد كده بقى هابتدي أسيبه بقى خالص خالص لحد لمّا يستوي معانا كده حلو أوي، قلّبته من تحت لفوق أهو. وبعد كده هاسيبه بقى لحد لمّا يستوي معانا، أحط الملح بتاعي 10 دقايق كده والّا أقل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقيته بُصّوا ما شاء الله استوى أهو، الرز شرب المَيّة بتاعته. بدأت إن أنا أقلّبه كده من تحت لفوق. وبعد كده طبعًا في الوقت ده أنا كنت جِبت بقى شوية زبيب كده ونقعتهم بقى في شوية مَيّة سخنين. ولو عندِك أي مكسرات بقى طبعًا هتحُطّي عليها. جِبت الزبيب بقى بعد ما نقعته وغسلته كويس يعني كنت نقعته في شوية مَيّة سخنين كده لحد لمّا طلّع التذكرة اللي فيه كده أهو. شايفين بُصّوا عمل إزاي.
بعد كده بقى هابتدي ان انا اصفيه من الميه السخنه دي، وهابتدي ان انا احطه كده على وش الايه، على وش زي ما انتم شايفين كده الرز او الحله بتاعتي، عشان يشمع معاها ويبقى حلو كده زي ما انتم شايفين اهو. وابتدي ان انا بس اهدي عليه حوالي 5 دقايق بس مش اكتر، او اقل كمان من 5 دقايق. بعد كده ما شاء الله قوه الا بالله طالع معانا الرز مفلفل وجميل ازاي، حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. الطريقه دي جميله جدا يا جماعه، اعتمدوها، وكله بقى في حله واحده وبتبقى جميله ما شاء الله قوه الا بالله. هتعجبكم جدا وهتعجب الاولاد، وحاجه مريحه، مش تعب على ست البيت يعني، ان هي ما شاء الله تطبخها كده ولا في مواعين بقى كتير ولا اي حاجه. هو كل كام طبق بس هيتغرف فيه كده وخلاص. هتقدميها بقى مع طبعا شويه سلطات، على شويه مثلا مخللات على كده، بتبقى حلوه قوي. طبعا سلطه زبادي بتبقى جميله برضو معاها. اي حاجه انت بقى اللي انت بتحبيه في بيتك او اللي عيالك بيحبوه قدمي معاها. زي ما انتم شايفين كده اهو، انا بدات ان انا اخلصها كده زي ما انتم شايفين. ودي كانت النهايه بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير، وطبعا ما تنسوش الكومنت بتاعكم الحلو واللايكات بتاعتكم الجميله اللي بتسعدني. زي ما احنا شايفين كده اهو، بصوا بقى، انا كده بقى خلاص خلصت الطبق بتاعي. هبتدي بقى ان انا هجرنشه كده. هجيب كده بس طماطميه واقطعها كده 7 8 وهظبطها عليه عشان التصوير، وكده تبقى حلوه قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.